ليش المصممة لازم تصير أنيقة حتى تقدر تنجح؟ هم تحسين الأناقة شيء إضافي أم شيء ثانوي؟ وهم تحسين بالذنب إذا اهتميتي بمظهرك أكثر من شغلك؟ أهلا وسهلا في بودكاست فرح طيف. أنا وياكم شخصيا فرح طيف. أنا أساعدكم شلون توصلون لطريق النجاح، الشغف، الطموح، أسلوب الحياة الصحيحة اللي تعتمدوها بدون أي عثرات. وأيضا للمصممين المحترفين أو المبتدئين اللي يحبون يدخلون هذا المجال ويطورون من إبداعاتهم. طبعا أنا نزلت مجلة خاصة لكل بنية تحب تتعلم تصميم المجوهرات، الأساسيات خطوة ورا خطوة. فهاي المجلة تساعدك شلون تطورين نفسك. فإذا تحبين تدخلين على صفحتي على الانستغرام اسمها فرح طيف، حاطتها بصندوق الوصف، تقدرين تدخلين وتشوفين المجلة وتطلبيها أونلاين بأي مكان موجودة بالعراق. فهسه خلينا نشوف شنو بداية البودكاست وشنو اليوم اللي راح نحكي بالمواضيع المهمة. وأيضا لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل فيديو أنزله وتستفادون من المعلومات اللي أقولها. اليوم أريد أحكي بموضوع الناس فاهمته غلط، إنه البنية أو الطالبة أو المصممة أو الموظفة إذا اهتمت بشغلها هاي معناها إن هي تريد ترضي الناس. لا، إحنا ما نعتمد على هذا الشيء، لأن هاي المعلومة جدا خاطئة. بالاهتمام بالنفس هو هذا الشيء يعزز ثقتها بنفسها، إنه تكون شخصية قوية، تبرز شخصيتها من تطلع قدام العالم، ما تكون تطلع مبهذلة. لا، لازم هذا جزء من اهتمامها، من شخصيتها، الاهتمام بالنفس، الكاريزما، إنه تكون بنية وسيمة. يعني الاهتمام بالنفس هي من الوسامة. فهاي المعلومة جدا خطأ إنه نوصل هاي إلى الناس بطريقة بالعكس، ما وصل بطريقة صحيحة. إنه أي شخص أو بنية حتى الشباب إنه ممكن إنه يهتمون بنفسهم، فماكو أي إشكال بهاي النظرية، مو لإرضاء الناس، لإرضاء النفس. وأيضا هم أريد أقول شغلة، إنه الاهتمام بالنفس هو جزء من النجاح. إذا هي تريد تكون ناجحة، شلون إذا ما تهتم شكلها، شلون تبرز شغلها، عملها، طريقتها بالكلام، الأداء مالتها تكون لها قبول من ناحية المجتمع. الجمال أو الاهتمام مو معيار للنجاح، بس هو جزء منه، يساعد على تأهيل الفرد أو الشخص على شلون يطور نفسه. هم لازم نذكر إنه الأناقة هي وعي، مو اهتمام فقط. هي مو أني ألبس براندات أو ألبس مجوهرات أو ألبس أحجار كريمة غالية الثمن. لا، هذا الشيء مو جزء. الأناقة هي الاهتمام بالمظهر، بالأسلوب، بالشخصية. لا حد حدد البراندات اللبسية وطريقتها. أنا ممكن اليوم ألبس شيء جدا بسيط وأسعار جدا مناسبة، بس هذا الشيء طلعني بأجمل صورة. فأبد لا نعتمد إنه بعض الأشخاص يسوقون إنه أنا ألبس أفضل براند أو أفضل مجوهرات ومن أفضل دور المجوهرات أو البراندات. فهذا الشيء هم ما نقدر نعتمد عليه إنه هذا من أسلوب حياتنا. لا، هذا الشيء جدا مختلف. نقدر نلبس أبسط شيء وأبسط المجوهرات، بس إحنا نطلع بطريقة حلوة وطريقة مناسبة بدون ما نصعب أي شيء علينا. قبل لا تصممين أي قطعة مجوهرات، هي مصائغ أو مصنع أو أي فكرة تجي ببالك وتريدين تطوريها، لا تعتمدين على هذا الشيء، يعني هذا الشيء مو معيار. أنا أصمم القطعة أو أختار الموديل حسب ما أنا أريد، ولا ألبس الفستان لازم يتخيط يم أفضل دور الأزياء بالعراق أو بالعالم. لا، أختار أفضل دار أزياء يخيط لي بطريقة صحيحة. وأنا إذا أريد أسوي مشروع، مش شرط إنه يكون مشروعي أفضل مشروع أختار أفضل الأدوات. لا، أنا أقدر أبدي ببساطة من أول خطوة أنا أختارها، وهذا الشيء ما حيعرقل الرسالة اللي أنا أريد أوصلها عن شغلي. لا، بالعكس، حتكون متكاملة وحيبني وياي جمهور خطوة بخطوة. هسه نريد نعرف إحنا شلون تكون عندنا ثقة قوية بنا. الثقة ما تكون من الداخل، لا، الثقة هي شيء مو نلبسه فجأة، ولا الثقة شيء تتراكم علينا. الثقة تنبني خطوة بخطوة، كل مرة تختارين بيها نفسك. اختاري الأناقة، اختاري التناسق، اختاري التفكير مالتك، لأن هاي القاعدة تقول لنفسك أنا أستاهل فعلا، أنا أستاهل أنجح، أنا أستاهل أنه أتطور، أنا أستاهل ألبس أفضل شيء أو أختار أفضل شيء. بس هذا أيضا اللبس قلنا مو شيء معيار، ولا المواسم شيء معيار، ولا الألوان، لأن نختار طريقة الجذب. الطاقة مالتنا هي على شنو حتتحدد لنا وعن شنو راح تحكي. هذا
هذا الشيء اللي راح يكون بيها معيار أساسي إنه نتطور. فالثقة هي تكون من الداخل وتبين من الخارج. زين، لما قلنا هيجي القاعدة اللي تقول قلنا أنا أستاهل، الناس تحس بهذا الشعور، بس لما تجي تطبقه حيكون صعب تطبيقه، لأن يحتاج وقت، يحتاج جهد، مو بسهولة احنا نتغير، لا يعني نجاهد حتى نتطور، نجتهد، لأن الاجتهاد هو جزء من التغيير. اليوم أنا ممكن أقول أنا راح أبطل مثلا عصبية لأن أنا جدا عصبية. هذه العصبية هل هي راحاني أتغير فعلا؟ لا، مو بسهولة. أنا يحتاج لي وقت، يحتاج لي تمارين، يحتاج لي توعية. هذا الشيء حيخليني إنه أنا فعلا أتغير. طبعا هنا هسه نريد نعرف شنو هو نفسية الزبون الصحيح لشراء القطعة. مو أي زبون تناسبه أي قطعة يشتريها من عندك. إذا كنتي مصممة أو صاحبة مشروع أو ناوي إنه تسوين مشروع خاص إلك، هسه راح نجي نحلل نفسية الزبون شلون راح أحللها ستكون من فرح. الزبون هو ما يقعد يحلل، الزبون عنده إحساس، يريد يحس انتي شنو تريدين، انتي شلون حتتطورين، براندك على شنو يحكي، شلون طورتيه خطوة بخطوة. هذا الشيء أساسي. يحس إذا أنتي بنية أو صاحبة مشروع أو أنت صاحب مشروع، أنت مرتب، عندك شيء ماشي عليه، يحب يعرف هذا الشيء، يحس إنه أنتي فاهمة شنو جاية تسوين، مو تريدين فقط إنه تنشرين. يعني أنا ألاحظ أكو بيجات إنه يحبون ينشرون صورهم ويا صور شغلهم. هذا الشيء جدا خاطئ. كل شيء إله وقته، كل حساب، أنا حسابي الشخصي واحد وحساب مشروعي أيضا بواحد. ولهذا غالبا من تشترون من شخص قطعة، هاي القطعة تعبر عن أناقته، تحسون عندكم ثقة بيه إنه أنتم بأمان ويا هذا صاحب المشروع أو صاحب البيج أو صاحب المحل، عندكم ثقة بيه. هسا أنا فرضا قبل فترة إنه وصلت شي من النت، قالوا لي تحبين ننزلك الصور مالتك؟ قلت لهم لا، أنا عندي ثقة بيكم إنه القطعة راح تطلع بيرفكت. فدائما نختار الأشخاص اللي عندنا ثقة بيهم، ثقة هم قوية، مو حي الله ثقة، يعني هذا الشيء يخليها إنه تتطور. زين، هسا تكونون الأمان قلنا هو يخلق جزء من قرار الشراء. زين، هسه الأناقة والبراند الشخصي. زين، الأناقة هو مو براند لازم يعبر عن اللوجو مالتك، يعني مو أي براند تجين تشوفيه وتقولي هو هذا البراند أنا أريد أسوي مثله. لا، مو تقلدين، اختاري شيء يعبر عنك، يعبر عن شخصيتك، عن انتي الموهبة مالتك، عن الهواية مالتك. هذا الشيء يخليك إن تكوني مبدعة وتطورين بيه. البراند مرة شفت وحدة صانعة محتوى قالت إنه اعتبري ابنك شلون تداري، هو تبنين وياه خطوة بخطوة حد ما يتطور، لأن ماكو شي ينبني رأسة يحقق نجاح. لا، حتمرين بمحطات الفشل، حتمرين باليأس، حتمرين بالإحباط، ما حتحققين شي مادي من البداية، لا، راح تحققين خطوة ورا خطوة. هذا الطريق يلا ينبني. زين، خلينا نكون صادقين ويا نفسنا. في ضغط على المرأة حتى تكون جميلة دائما. ليش هذا الضغط دائما؟ لازم تكون انتي بيرفكت، ما عندك اي غلط، مستحيل تقولين انه انا غلطانة بحياتي. يعني اذا غلطتي العالم راح يمسكون هذا الشيء عليك، او نقول بالاصح المجتمع ما راح يرحمك ابد. ليش؟ هذا الشيء ضغط كله كبير على المرأة لازم تكون مع الفاضلات، لازم تكون بنية مثالية، تحقق نجاح وتكون ربة بيت أو ربة أسرة كلش صحيح، تربي أولادها على الطريق الصحيح. هاي كلها ضغط على المرأة. لا، احنا كلنا بشر، كلنا نغلط، عندنا أخطاء إيجابية وعندنا أخطاء سلبية. يعني مو كل غلط هو غلط وعليه علامة إكس، لا، أكو أغلاط تساعدنا أنه نتطور ونتحسن للأفضل. لأن هذا الشيء
راح يعبر عن إنه الأناقة نحكي عليها هي مو بس إرضاء، هي اختيار ووعي. يعني قلنا إحنا بداية البودكاست إنه الأناقة هي مو بس أنا اليوم ألبس أفضل براند أو أختار أفضل لبس، لا، هذا الشي مو صحيح، وهذا كنا الشي خاطئ. ولا تكون زي مثالية إنه جسمي مثالي وزني ما يتعدى 50 كيلو. اليوم راح نعرف بين الشخص الموهوب أو المصممة الموهوبة وبين المصممة الناجحة. الموهوبة هي تركز فقط على القطعة، تشوفها مثلا تشوفها على الإنترنت، تقول أنا يعني أسوي مثل هذه القطعة وأسوي مثل هذا اللاين أو المشهور. هذا الشي مو معيار، هذا الشي غلط. هي فقط عندها موهبة، ممكن حتى الموهبة ما تساعدها أن تكون مصممة مشهورة. شون الفرق بينها وبين المصممة الناجحة؟ المصممة الناجحة تركز على تجاربها، هي شون قدرت، شنو الأخطاء اللي تواجهها أو اللي واجهتها. ممكن سنين يلا تكتشف الأخطاء، يعني الأخطاء اللي مو مرة مرتين، لا 20 مرة 30 مرة ممكن 100 مرة أو أكثر. هذا الشيء المصممة الناجحة من التجارب اللي تغلط بيها هي راح تتعلم وتأسس طريق نجاحها. أما الموهوبة هي كنا نشوف أي قطعة على السوشيال ميديا وتحب هي تقلدها. زين، هسه تقولوا لي فرح، هي شنو الفرق؟ هي أول شي تبدي كموهبة من فكرة، بعدين يصير موهبة، بعدين يصير شغف، بعدين طموح، بعدين إصرار. زين، قلنا الأناقة مو شرط النجاح، لكن هي تختصر طريق نجاحك. لأن انتي لما حتكونين أنيقة انتي راح تبدعين بالبراند مالتك، بالشخصية، بالأسلوب، طريقة تعاملك ويا الزبائن، طريقة حتى انتي ممكن مو لا تكونين مصممة أزياء أو مجوهرات، ممكن تسوين مشروع مال ميك اب. هذا الشي همين حلو وممتع، أنا أشوفه يعني قريب، لأن الميك اب هو جزء همين يتعاملون وياهم المصممين، يتعاملون ويا البراندات القوية، لأن هم جزء من عندنا وإحنا همين جزء من عندهم. يعني إحنا نصمم والبنية هسه أنا عندي أغلب الطالبات اللي يدخلون هم دكتورات أو محاميات أو حتى يعني عندهم طلاب بس يحبون مجال المجوهرات ويحبون مجال الأزياء، يحبون هذا الشيء يطورون. لأن أنا بأكاديميتي أساعد إنه كل بنية إنه تطور نفسها ونبدي وياها خطوة بخطوة لحد ما نسوي مشروع مالتها. لأن هي المجوهرات هي طاقة، سبحان الله طاقتها رهيبة، تعزز الثقة، تساعد على النجاح والإبداع. فالأناقة احنا مثل ما نقول هي انعكاس، إذا أنتي مصممة فهمك إن الأناقة مو رفاهية، هي جزء من هويتك. زين، هسه حسألك سؤال أريدكم تجاوبوني عليه بالتعليقات، أخليك تفكرين بيه بعد ما يخلص البودكاست. إذا أنتي قطعة فنية شنو نوع القطعة اللي تحبين تكونين تعبر عنك؟ إذا أنتي شفتي قطعة مجوهرات أو قطعة أزياء شنو القطعة اللي تتمنين إنه تصيريها وتخلين الكل ينجذب إلها من كل النواحي؟ الأناقة، الفخامة، الرفاهية، القوة. اكتبيلي بالتعليقات وقوليلي أني هاي القطعة أحب إن تكون أنا جزء منها، من حضارة، من تاريخ، من دولة. فاكتبولي بالتعليقات ولا تنسون تشتركون بالبودكاست، وأتمنى استفاديتوا من المعلومات، وإن شاء الله انتظروني في بودكاست أقوى.